السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة تالتة إعدادي هنكمل مع بعض إن شاء الله بإذن الله درس المناخ والنبات الطبيعي. أتمنى تكون شفت الفيديو كويس وعملت الرسمة وبعدها عملتها لوحدك بقى. يا لو عملتها لوحدك هتفرق معاك جامد جدا، ويا بقى لو عملتها لوحدك بألوان كده وبعتها لي في الكومنتات صورة كده هبص عليها تفرحني بشغلك اللي انت عملته إن شاء الله بإذن الله. تعالى بقى نبدأ نكمل بالموقع الجغرافي. ايه بقى قصة الموقع الجغرافي؟ الموقع الجغرافي هو اتقل حاجة موجودة في درس المناخ والنبات الطبيعي، فعشان كده احنا عملنا له لعبة. طب اللعبة دي ازاي؟ تعالى كده واحدة واحدة نرسم الكرة الأرضية ونفتكر الكلام اللي احنا قلناه. يلا بقى الورقة بتاعتك معاك وانت بتكتب معايا علشان خاطر نحفظ. دي الكرة الأرضية اللي احنا قلنا عليها، بنرسم الكرة الأرضية. تمام؟ لا خلاص يا مستر انا حفظتها صم. انت عندك خط الاستواء وبكتب صفر، بعد كده عندي 30، بعد كده عندي 45، بعد كده عندي 60، بعد كده عندي النقطة اللي هي 90. حلو جدا. بعد كده عندي بحط اللي هو النقطة وادي ال10، بعد كده بكتب استوائي وشبه استوائي، بعد كده 18 وبكتب قصادها المداري، بعد كده بكتب الموسمي، بعد كده بقسمها من النص واكتب الصيني، بعد كده فوق شمال اللي هو البحر المتوسط، فوق الصيني هيبقى عندي اللورنسي، فوق البحر المتوسط هيبقى عندي غرب اوروبا فيهم التندرا. حلو جدا، دي الرسمه اللي احنا عارفينها ولازم تبقى حافظها عشان هي دي اللي ممكن تساعدك على الخريطه كمان. هتشوف الكلام ده دلوقتي. طيب تعالى كده واحده واحده ونبدا نركز. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل لعبه بسيطه قوي تسهل عليا الحفظ. طب ايه هي؟ هنيجي نكتب جنب الاستوائي ونروح كاتبين جنبه 3. اكتب زي ما انا عامل كده بالظبط، ونيجي عند المداري ونكتب 5، ونيجي عند الموسمي ونكتب 3. يبقى 3 5 3. انا كده كده حافظ الاقاليم. مش هينفع تشوف الجزء ده الا لما تكون شايف الجزء الاولاني، مش هينفع، مش هتفهم حاجه. يبقى انا عندي استواء وشبه استواء مداري موسمي، يبقى 3 5 3 3 5 3. طب جميل، اكتب لي 5 عند الصيني، اكتب لي 6 عند البحر المتوسط، اكتب لي 2 عند اللورنسي، واكتب لي 3 عند غرب اوروبا. سيبك من التندرا دلوقتي. يبقى يلا احنا هنكتب ايه؟ يلا 3 5 3. احفظ معايا، هتحفظها على فكرة والله هتحفظها، بيحفظوها معايا. 3 5 3 5 6 2 3. يلا قولها تاني. 3 5 3 5 6 2 3 3 5 3 5 6 2 3. دي الارقام. طب يبقى لما اجي اقول لك الاستوائي، ايوه حاول بقى لوحدك. الاستوائي 3، طب المداري 5، طب الموسمي 3، يبقى 3 5 3. طب بالنسبه عندي للصيني 5، طب بالنسبه للبحر المتوسط 6، طب بالنسبه للورنسي 2، طب بالنسبه لغرب اوروبا 3. هو ده اللي انا عايزك تحفظهم. طب مستر ده هتفيد في ايه؟ هقول لك بس ركز معايا. يلا نقولها تاني. 3 5 3 5 6 2 3. على فكره الفيديو ممكن ما يطولش لو انت ساعدتني في قصه دي. يبقى تاني يلا 3 5 3 5 6 2 3 3 5 3 5 6 2 3. يلا الاستواء شبه استوائي، هستناك 3. طب المداري 5، طب الموسمي 3، طب الصيني 5، طب البحر المتوسط 6، طب اللورنسي 2، طب غرب اوروبا 3. الخبط؟ تعال اخبط كده وشوف نفسك. المداري 5، ايوه اعمل كده وفكر. 5، طب الصيني 5، طب البحر المتوسط 6، طب غرب اوروبا 3، طب الاستوائي 3، طب الموسمي 3، طب بالنسبه عندي لغرب اوروبا 3. حلو جدا حفظتهم. طب تعالى ايه بقى يا مستر اللي انت بتقوله ده؟ اما اجي اقول لك الاستوائي رقم كام؟ 3، يبقى موجود في كام قاره؟ 3 قارات. طب المداري 5، اول ما اسمع رقم 5 الكل ما عدا اوروبا. اي رقم 5 الكل ما عدا اوروبا. ايه ده؟ طب ما الصيني 5 يبقى الكل ما عدا اوروبا. طب بالنسبه عندي للموسمي، الموسمي 3 يبقى موجود في 3 قارات، هنعرف دلوقتي. طب الصيني 5، المستر قال لي اول ما تسمع رقم 5 الكل ما عدا اوروبا. طب البحر المتوسط 6، كل القارات ما عدا انتاركتيكا ماليش دعوه بيها اصلا. طب تعالى بالنسبه عندي للورنسي رقمه كام؟ 2، ايوه يبقى موجود في قارتين. طب غرب اوروبا 3، يبقى موجود في 3 قارات. طيب سيبك من التندرا برضه دلوقتي.
تعال نبدأ بقى واحدة واحدة كده ونعرف ايه اللي احنا هنقوله. نبدأ بأول حاجة وهو الإقليم الاستوائي. بص بقى انت هتعمل كده وهتذاكر كده. هو الإقليم الاستوائي رقمه كام؟ 3. يبقى موجود في كام قارة؟ موجود في 3 قارات. يبقى الإقليم الاستوائي رقمه 3. يبقى موجود في كام قارة؟ 3 قارات. مين هما؟ آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. اشمعنى؟ زي ما احنا شايفين قدامنا في الرسمة كده. لو لاحظت في الرسمة دي خط الاستواء بيعدي فين؟ بيعدي في آسيا وبيعدي في أفريقيا وبيعدي في أمريكا الجنوبية. طب آسيا فين يا مستر؟ في آسيا تحت خالص في الجزر دي اسمها جزر إندونيسيا. طب موجود في افريقيا فين؟ في حوض الكونغو. قلناها في التضاريس قبل اللفه النيجر بعد اللفه الكونغو، يبقى في حوض الكونغو. طب بص عندي في امريكا الجنوبيه فين؟ قال لي في حوض الامازون. يبقى اول ما يجي يقول لي استوائي، يلا يا نجم احفظ معايا الاستوائي رقمه 3. يبقى موجود في كام قاره؟ 3. مين هم؟ اسيا، افريقيا، امريكا الجنوبيه. في اسيا فين؟ جزر اندونيسيا. في افريقيا فين؟ في حوض الكونغو. طب في امريكا الجنوبيه في حوض الامازون. بس كده يا نجم، ده كده بالنسبه عندي لمين؟ للاقليم الاستوائي. طب تعالى بالنسبه عندي للاقليم المداري. الاقليم المداري رقمه كام؟ ايوه انا سامعك 5. وما دام سمعت رقم 5 الكل ما عدا اوروبا. الكل ما عدا اوروبا. يبقى كل القارات ما عدا اوروبا. يبقى موجود عندي في كل القارات ما عدا اوروبا. هنحفظ كلمه على المداري. ايه بقى المداري ده؟ المداري بيداري. بيداري يعني بيضحك عليا. قولها كده، المداري بيداري. يعني ايه؟ يعني لو القاره في الشمال يبقى موجود في جنوبها. طب لو القاره في الجنوب يبقى موجود في شمالها. تاني، المداري بيداري. لو القاره في الجنوب يبقى موجود في الشمال، لو القاره في الشمال يبقى موجود في الجنوب. حلوه اللعبه دي. يبقى تعال نقولهم تاني. المداري رقمه كام؟ المداري رقمه 5. يبقى ايه؟ الكل ما عدا اوروبا. 5 الكل ما عدا اوروبا. كل القارات ما عدا اوروبا. طبعا انتاركتيكا دي ما بقولهاش خالص، انا بتكلم على القارات كلها. الكل ما عدا اوروبا. طب المداري بي ايه؟ بيداري. لو القاره في الجنوب يبقى موجود في الشمال، لو القاره في الشمال يبقى موجود في الجنوب. حلو جدا. طب تعالى نكتب القارات كلهم. ادي اسيا وادي امريكا الشماليه وادي استراليا وادي افريقيا وادي امريكا الجنوبيه. تعالى بقى ركز معايا في الحته دي. طب هو موجود عندي فين؟ بص بقى انا هعمل ايه. انا عندي هنا بالنسبه للرسمه دي ادي قاره اسيا اهي. قاره اسيا دي فين؟ شمال خط الاستواء. يبقى موجود في جنوبها. موجود هنا كده بالظبط. طب تعالى عندي بالنسبه لاستراليا موجوده فين؟ قال لي استراليا موجوده عندي في الجنوب. يبقى موجود في شمال استراليا. طب موجود في امريكا الشماليه. امريكا الشماليه موجوده فين؟ في الشمال. يبقى موجود فين؟ موجود في الجنوب. يبقى موجود فين في اسيا؟ جنوب غرب اسيا. طب موجود فين في استراليا؟ شمال استراليا. طب موجود فين في امريكا الشماليه؟ موجود في جنوب امريكا الشماليه. طب مستر موجود بقى فين في افريقيا وموجود فين في امريكا الجنوبيه؟ مش انا قلت لك ان هنا في استوائي وهنا في استوائي وفوقيه في مداري؟ الكره الارضيه اللي احنا رسمناها ادي الاستوائي وادي المداري. يبقى المداري هنا وتحت. المداري هنا وموجود فين؟ وموجود تحت. يبقى موجود فين؟ شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. طب موجود فين هنا؟ شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. يبقى شمال وجنوب الاقليم الاستوائي وشمال وجنوب الاقليم الاستوائي. يبقى موجود فين في اسيا؟ قال لي موجود في جنوب غرب اسيا. طب موجود فين في امريكا الشماليه؟ امريكا الشماليه في الشمال والمداري بيداري. يبقى موجوده فين؟ في جنوب امريكا الشماليه. طب استراليا موجوده في الجنوب والمداري بيداري. يبقى موجوده في، يبقى فين في استراليا؟ شمال استراليا. طب في افريقيا وامريكا الجنوبيه الاثنين زي بعض، شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. صعبه كده؟ يبقى لما اجي اقول لك هنا عندنا، تعالى بقى نعيدها من الاول. الاستوائي، الاستوائي رقمه كام؟ 3. يبقى موجود في كام قاره؟ 3. مين هم؟ اسيا، افريقيا، امريكا الجنوبيه. في اسيا في جزر اندونيسيا. في افريقيا حوض الكونغو. في امريكا الجنوبيه حوض الامازون. حلو جدا انا حفظته خلاص. طب المداري رقمه كام؟ 5. يبقى الكل ما عدا اوروبا. المداري بي ايه؟ بيداري. اشمعنى؟ لو القاره في الجنوب يبقى موجود في الشمال، لو القاره في الشمال يبقى موجود في الجنوب. طب اسيا في الشمال يبقى جنوب غرب اسيا. طب امريكا الشماليه في الشمال يبقى جنوب امريكا الشماليه.
طب استراليا في الجنوب يبقى موجود شمال استراليا. طب بالنسبه عندي افريقيا وامريكا الجنوبيه شمال وجنوب الاقليم الاستوائي، شمال وجنوب الاقليم الاستوائي، ده بالنسبه للمداري. طب تعالى بالنسبه للاقليم الموسمي، بص بقى اللعبه دي، الموسمي رقمه كام؟ استنى، 3 5 3 يبقى 3، رقمه 3. طب يبقى الاقليم الموسمي رقم 3 يبقى موجود في كام قاره؟ 3. فانا هقول لك الموسمي ليه كلمة موسمي قريبة من كلمة ايه؟ مسلم، بنهزر بقى عشان نحفظ. طب والمسلم بياكل بايده الايه؟ اليمين، تبقى واخدة الثلاث قارات اللي على ايه؟ اللي على اليمين. مين الثلاث قارات اللي على اليمين؟ هيبقى اسيا وافريقيا واستراليا. دي طريقة تحفظك هم موجودين في قارات ايه. يبقى الاقليم الموسمي رقمه كام؟ استوائي وشبه استوائي مداري موسمي، يبقى 3 5 3 يبقى 3. يبقى موجود في كام قاره؟ 3. مين هم؟ استنى، الاقليم الموسمي قريب من كلمه مسلم، والمسلم بياكل بايده اليمين، تبقى واخده الثلاث قارات اللي على اليمين. مين هم؟ قال لي اسيا وادي افريقيا وادي استراليا. مستر بس انت بتشاور بايدك الشمال، ما عشان حضرتك تبقى اتجاهك انت تبقى شايفهم. يبقى يلا تاني، الموسمي رقمه كام؟ 3. يبقى موجود في كام قاره؟ 3. طب موسمي قريب من كلمه ايه؟ مسلم. طب المسلم بياكل بايده ايه؟ اليمين، يبقى واخد الثلاث قارات اللي على ايه؟ اللي على اليمين. مين هم؟ اسيا وافريقيا واستراليا. طب تعالى عندي هنا، موجود فين؟ ده بقى هنحفظه، ده لازم نحفظه. موجود في اسيا، في الهند وشبه جزيره الهند الصينيه اللي موجوده في جنوب الصين. يبقى في الهند وشبه جزيره الهند الصينيه، جنوب الصين. طب بالنسبه لافريقيا، موجود زي ما انت شايف كده عندك في الخريطه، موجود فين؟ قال لي موجود عندي في جزيره مدغشقر وهضبه اثيوبيا او الحبشه. يبقى موجود في هضبه اثيوبيا او الحبشه، يبقى موجود في هضبه اثيوبيا او الحبشه. وموجود فين تاني؟ موجود في جزيره مدغشقر. طب موجود فين في استراليا؟ اقصى شمال استراليا، قولها كده، اقصى شمال استراليا. طب ليه بتقول كده؟ عشان انا قلت المداري موجود في شمال استراليا، لكن ده موجود في اقصى شمال استراليا. يبقى تعالى نقولهم تاني، يلا. الاستوائي والشبه استوائي، معلش انت هتحفظ معايا، الاستوائي والشبه استوائي رقمه كام؟ 3. يبقى موجود في كام قاره؟ 3. مين هم؟ اسيا وافريقيا امريكا الجنوبيه. في اسيا جزر اندونيسيا، في افريقيا حوض الكونغو، امريكا الجنوبيه حوض الامازون. طب تعالى بالنسبه للمداري، المداري رقمه كام؟ 5. يبقى الكل ما عدا اوروبا. المداري بي ايه؟ بيداري. لو القاره في الجنوب يبقى موجود في الشمال، لو القاره في الشمال يبقى موجود في الجنوب. قاره اسيا فين؟ في الشمال، يبقى جنوب غرب اسيا. قاره امريكا الشماليه فين؟ في الشمال، يبقى جنوب امريكا الشماليه. قاره استراليا فين؟ في الجنوب، يبقى شمال استراليا. طب افريقيا وامريكا الجنوبيه شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. يا ريت تكون بتردد معايا. طب الموسمي رقمه كام؟ 3 5 3 يبقى 3. طب يبقى موجود في كام قاره؟ 3. موسمي قريب من كلمه ايه؟ مسلم، المسلم بياكل بايده ايه؟ اليمين، يبقى واخد الثلاث قارات اللي على ايه؟ اللي على اليمين. مين هم؟ اسيا وافريقيا واستراليا. فين في اسيا؟ في الهند وشبه جزيره الهند الصينيه. طب بالنسبه لافريقيا، في هضبه اثيوبيا وجزيره مدغشقر. طب بالنسبه عندي لاستراليا، اقصى شمال استراليا، اقصى شمال استراليا. تعالى معايا كده، اعرف ازاي الاقليم الموسمي من الاقليم المداري. بص بقى، لو جه عندك في استراليا، شفت ودان القطه دي وظلل لك الحته دي كده كده، وقال لك ده اقليم ايه؟ ده كده موجود في الشمال، يبقى ده اقليم مداري. طب لو ظلل لك اللي فوق خالص كده، فوق خالص، وقال لك ده اقليم ايه؟ ما دام الاقصى يبقى اقليم موسمي. يبقى انا عرفت ما دام ظلل عندي تحت يبقى ده مداري، لو ظلل فوق خالص يبقى ده اقليم موسمي. يبقى الاستوائي رقمه 3 يبقى موجود في 3 قارات، المداري رقمه 5 موجود في كل القارات ما عدا اوروبا. وبالنسبه عندي للموسمي رقمه 3، والموسمي قريب من كلمه مسلم، والمسلم بياكل بايده اليمين، يبقى واخده الثلاث قارات اللي على اليمين. تعالى بقى بالنسبه للاقليمين اللي فوقيهم، انت عارفهم، الصيني والبحر المتوسط، تافهين. تعالى للصيني، الصيني ده رقمه كام؟ 3 5 3 5 6 2 3 يبقى 5. حلو جدا، يبقى الكل ما عدا اوروبا، الكل ما عدا، ادي كل القارات ما عدا اوروبا. بص بقى يا نجم، هقول لك على حاجه، احسن اقليم يا ريت يجي لك في الامتحان هو الاقليم الصيني. طب اشمعنى الاقليم الصيني؟ عشان في الاقليم الصيني لما يجي يقول لك هو موجود فين، موجود في كل القارات جنوب شرق. طب في اسيا شرق، قولها كده، يبقى الصيني كله جنوب شرق
واسيا شرق. كله جنوب شرق واسيا شرق. يعني عندي كله جنوب شرق واسيا شرق. يعني ايه يا مستر؟ يعني موجود في شرق القارات وموجود في كل القارات جنوب شرق. يبقى موجود فين في اسيا؟ شرق اللي هو شرق الصين. طب موجود في كل الاقاليم فين؟ جنوب شرق اللي هو كل القارات. يبقى اول ما اجي يا ريت يجي لك الصيني. يبقى الصيني رقمه كام؟ الخمسة. طب اشمعنى؟ الكل ما عدا اوروبا. طب الصيني هنا عندنا بقول عليه ايه؟ بقول عليه جمله، ما احنا كل واحد بنقول عليه جمله. الصيني كله جنوب شرق واسيا في الشرق. كله جنوب شرق واسيا في الشرق. يبقى كل قارات افريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا جنوب شرق، لكن اسيا في الشرق. ايه ده يا مستر؟ يعني انا لو جالي في الامتحان وجاب لي على اي قاره عندي وجالي شرقها، اختار اقليم ايه؟ اختار اقليم صيني. يبقى اول ما يجي لك كده اختار اقليم صيني. تعال اوريك حاجه. لو جه هنا عندي قال لي على الخريطه اهي، وانا عندي الاقليم مين؟ اللي هو الصيني، وجه راح معلم لي هنا وقال لي ده اقليم ايه؟ مش ده موجود في الشرق يبقى اقليم صيني. طب ده مش موجود في الشرق يبقى موجود اقليم صيني. طب ده مش موجود في الشرق يبقى اقليم صيني. طب ده مش موجود في الشرق يبقى اقليم صيني. طب مش ده موجود في الشرق يبقى اقليم صيني. يبقى انا عندي كل اهو ده كده يبقى اقليم ايه؟ صيني. بص بقى لو انت نجم شغل دماغك هقول لك على حاجه قدام. مش ده صيني؟ طب والصيني في الكره الارضيه اللي احنا راسمينها قصاده الناحيه الثانيه اقليم ايه؟ بحر متوسط. طب مش ده صيني؟ يبقى قصاده الناحيه الثانيه ايه؟ بحر متوسط. طب مش ده صيني؟ يبقى قدامه الناحيه الثانيه مين؟ بحر متوسط. طب مش ده صيني؟ يبقى قصاده الناحيه الثانيه ايه؟ بحر متوسط. ايه ده يا مستر؟ هي ليها علاقه بالكره اللي احنا عاملينها؟ لو جه في الشرق ادي عندي ده صيني وقصاده بحر متوسط. طب النجم اللي هيجاوب دي ده صيني صح؟ ده صيني. طب ده يبقى ايه؟ اللي فوقيه استنى، الكره الارضيه صيني فوقيه لورانسي يبقى لورانسي. طب ده صيني يبقى ده ايه؟ يبقى ده لورانسي. حلو جدا. ده كده انا عرفت ده الكره الارضيه دي هتسهل لي برضو الخريطه. طبعا هتسهل لك الخريطه، ده الكره الارضيه برضو هتسهل لك الخريطه. اشمعنى؟ اي اقليم في الشرق هتبقى صيني، قصاده هيبقى البحر المتوسط. طب فوق الصيني اللورانسي، قصاده غرب اوروبا. ايه ده هتسهل لي الدنيا. هتسهل لك الدنيا. يبقى تعالى نقولها تاني. الصيني رقمه كام؟ 5. يبقى الكل ما عدا اوروبا. طب الصيني ايه الجمله اللي بنقولها؟ كله جنوب شرق واسيا شرق. كله جنوب شرق واسيا شرق. يبقى كله في جنوب شرق لكن في اسيا في شرق الصين. تعالى البحر المتوسط سهل، هو في حفظ كتير بس سهل. البحر المتوسط رقمه كام؟ 3 5 3 5 6 يبقى 6. رقمه 6 يبقى موجود فين؟ في كل القارات، اسيا، افريقيا، امريكا الشماليه، اوروبا، امريكا الجنوبيه، استراليا. طب تعالى بقى ركز معايا بالله عليك. اول ما تسمع كلمه اقليم البحر المتوسط كله سواحل. كله سواحل. يعني ايه كله سواحل؟ يعني موجود كله في سواحل. ازاي؟ تعال نبص زي ما احنا شايفين على الخريطه. موجود فين في اسيا؟ سواحل الشام وتركيا. موجود فين في افريقيا؟ سواحل دول المغرب العربي. سواحل دول المغرب العربي. موجود فين في اوروبا؟ السواحل المطله على البحر المتوسط زي ما احنا شايفين قدامنا، السواحل المطله على البحر المتوسط. طب موجود فين في امريكا الشماليه؟ في سواحل ولايه كاليفورنيا في الغرب. طب موجود فين في امريكا الجنوبيه؟ في شيلي، الساحل الاوسط في شيلي. طب موجود فين في استراليا؟ ده بقى اتجاه. استنى، هو مش في استراليا الصيني جنوب شرق؟ يبقى ده موجود جنوب غرب قصاد الناحيه الثانيه على طول جنوب غرب. يبقى يلا نقوله تاني. البحر المتوسط رقمه كام؟ 6. يبقى موجود في كل القارات، كل القارات. البحر المتوسط سواحل. في اسيا سواحل الشام وتركيا. في افريقيا السواحل الدول المغرب العربي. طب بالنسبه لاوروبا السواحل المطله على البحر المتوسط. طب في امريكا الشماليه كاليفورنيا. طب في امريكا الجنوبيه شيلي. طب في استراليا جنوب غرب استراليا. ده كده عندي بالنسبه لاقليم البحر المتوسط. معلش بقى يا نجم تعال عيد معايا بالنسبه لاقليم البحر المتوسط والصيني. الصيني رقمه كام؟ 3 5 3 5 6 يبقى 5. يبقى كل القارات ما عدا اوروبا. الصيني بيقولوا عليه جمله ايه هي؟ كله جنوب شرق واسيا في الشرق. كله جنوب شرق واسيا في الشرق. خلصت خلاص شرق الصين. تعالى البحر المتوسط رقمه كام؟ 6. يبقى كل القارات. البحر المتوسط كله سواحل. يبقى في اسيا سواحل الشام وتركيا.
في افريقيا سواحل المغرب العربي. طب في اوروبا السواحل المطله على البحر المتوسط. طب في امريكا الشماليه كاليفورنيا. طب في امريكا الجنوبيه موجود في شيلي. طب في استراليا جنوب غرب استراليا. ده كده عندي بالنسبه للبحر المتوسط، ناقص لي اتنين والتندرا. بالنسبه عندي ليه امريكا اللي هو اللورانسي، اللورانسي رقمه كام؟ 3 5 3 5 6 2 3، يبقى رقمه 2، يبقى موجود في كام قاره؟ 2. بص بقى اقول لك على حاجه، اما اجي اقول لك اللونسي مش موجود غير في الشمال فقط، لان في الجنوب هيبقى في ميه. وانا قلت ان ما المقصود بالاقليم المناخي هي منطقه محدده من سطح الارض مش الميه، يبقى بالتالي هو موجود في اتنين بس، اسيا وامريكا الشماليه. يبقى اول ما اجي اقول لك بالله عليك اللورانسي صمه في اسيا وامريكا الشماليه رقمه 2. طب موجود فين؟ استنى، الكره الارضيه اللورانسي موجود فين؟ موجود في الشمال وفي الشرق. طب بالنسبه ليه غرب اوروبا موجود فين؟ في الشمال وفي الغرب. خلينا في اللورانسي موجود فين؟ قال لي موجود في 2، هنسميه شمال شرق. موجود فين؟ في اسيا. قال لي موجود في اسيا شمال شرق الصين وشمال اليابان. شمال شرق الصين وشمال اليابان. طب موجود فين في امريكا الشماليه؟ موجود في شمال شرق امريكا الشماليه. ايه ده سهله جدا. يبقى اللورانسي رقمه كام؟ 2. يبقى موجود في كام قاره؟ 2. مين هم؟ اسيا وامريكا الشماليه. هنسميه ايه؟ شمال شرق. يبقى شمال شرق الصين وشمال اليابان. طب في امريكا الشماليه شمال شرق امريكا الشماليه. خلاص كده اللورانسي. طب تعالى لغرب اوروبا، غرب اوروبا رقمه كام؟ 3 5 3 5 6 2 3، يبقى رقمه 3. يبقى هي موجود في كام قاره؟ 3 قارات. هروح رادد واقول لك معلش هنحفظ الكلمه دي ان اوروبا كلها شمال. اوروبا كلها شمال، يبقى واخده الثلاث قارات اللي على الشمال. مين هم؟ اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه. ايه ده؟ الموسمي واخده الثلاثه اللي على اليمين، وغرب اوروبا واخده الثلاثه اللي على الشمال، اللي هي اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه. هي دي يا نجم زي ما انت شايف على الخريطه. طب لما يجي يقول لي عندنا موجوده فين في اوروبا؟ سهله جدا، موجوده فين؟ في شمال غرب اوروبا. ايه ده عكس اللورانسي، ما هو اللورانسي شمال شرق، يبقى غرب اوروبا شمال غرب. طب بالنسبه لامريكا الشماليه فغرب امريكا الشماليه. طب بالنسبه لامريكا الجنوبيه لا استنى، امريكا الجنوبيه في الجنوب مش في الشمال، يبقى جنوب غرب امريكا الجنوبيه. يبقى جنوب غرب امريكا الجنوبيه. يبقى انا كده عرفت عندي بالنسبه لاقليم غرب مين؟ اوروبا. يبقى تعالى نعيدهم تاني، اللورانسي ونعيد غرب اوروبا. اللورانسي رقمه كام؟ 2. موجود في كام قاره؟ 2. ايه هم؟ اسيا وامريكا الشماليه، وبسميه شمال شرق. يبقى شمال شرق الصين وشمال اليابان وشمال شرق امريكا الشماليه. طب بالنسبه لاوروبا، اوروبا غرب اوروبا رقم 3. يبقى موجود فين؟ قال لي بنسميه ان ده اوروبا كلها شمال، يبقى واخده الثلاث قارات اللي على الشمال، اوروبا، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. طب موجود فين في اوروبا؟ شمال غرب اوروبا. طب موجود فين في امريكا الشماليه؟ غرب امريكا الشماليه. طب موجود فين في امريكا الجنوبيه؟ امريكا الجنوبيه في الجنوب، يبقى جنوب غرب امريكا الجنوبيه. ده كده بالنسبه لاقليم غرب اوروبا، واتمنى انك تعيد وتحفظ تاني. طب تعالى بقى عندي بالنسبه للتندرا، وانت بتذاكر التندرا احنا مش هنقول رقم، هنقول ان التندرا موجود فوق وتحت، فوق وتحت. يعني ايه؟ يعني موجود فوق خالص وتحت خالص. طب فوق خالص زي ما انت شايف عندك في الخريطه، فوق خالص وتحت خالص. فوق خالص يبقى فين؟ ده في اسيا وفي اوروبا وفي امريكا الشماليه. طب وتحت خالص واخد انتاركتيكا تحت خالص، واخد جزء من امريكا الجنوبيه. يبقى موجود فوق وموجود تحت. طبعا انا ما رضيتش اقول لك ان هو 5 عشان ما تقوليش الكل ما عدا اوروبا، لا، هنقول اقليم التندرا فوق وتحت. طب فوق فين؟ قال لي في اسيا واوروبا وامريكا الشماليه. طب وتحت؟ قال لي امريكا الجنوبيه والقاره القطبيه الجنوبيه اللي هي انتاركتيكا. طب بالنسبه عندي لاسيا فوق ده مين؟ قال لي الاجزاء الشماليه اللي هي مين؟ اللي هي سيبيريا، يبقى موجود في شمال سيبيريا. طب في اوروبا شمال اوروبا. طب في امريكا الشماليه شمال كندا. طب امريكا الجنوبيه الجزر اللي موجوده في المحيط المتجمد الجنوبي، جزر المحيط المتجمد الجنوبي وقاره انتاركتيكا كلها. يبقى لما يجي يقول لي عندنا التندرا فانا هرد عليه عشان احفظ فوق وتحت، فوق وتحت. فوق يبقى فين في اسيا؟ سيبيريا. طب شمال سيبيريا. طب بالنسبه لاوروبا شمال اوروبا. طب بالنسبه لامريكا الشماليه شمال كندا.
طب انتاركتيكا كلها. طب امريكا الجنوبيه الجزر اللي موجوده في المحيط المتجمد الجنوبي. ده كده بالنسبه للموقع الجغرافي ليهم كلهم. تعالى كده ناقص لي حاجه قلت لك هنسيبها للاخر، وهي الاقليم الجبلي. الاقليم الجبلي عايز اعرف موقعه، ملوش موقع فلكي، هو ليه موقع جغرافي، ليه خصائص مناخيه، ليه خصائص نباتيه، سهل جدا. اما اجي اقول لك بالنسبه للموقع الجغرافي هتقول لي موجود على قمم الجبال والمنحدرات، يبقى على القمم والمنحدرات العاليه. على قمم الجبال والمنحدرات، يبقى موجود على القمم الايه العاليه والمنحدرات الجبليه، يعني كل ما هو جبل هتلاقيه موجود عليه اقليم ايه جبلي. يبقى الاقليم الجبلي ايه موقعه؟ موجود على قمم الجبال والمنحدرات. حلو جدا. طب خصائصه المناخيه اقسم بالله ما في اتفه منها، شديد البروده وبيغطيه الثلج. شديد البروده وبيغطيه التلج، طبعا زي اي قمه الهيمالايا الانديز كلها تعتبر جبلي. طب بالنسبه عندي للخصائص النباتيه، تتنوع الحياه النباتيه حسب ايه؟ حسب حاجتين، ارتفاع السطح وكميه الامطار. حسب ارتفاع السطح وكميه الامطار. يبقى يا اساتذه لما يجي في الامتحان ويقول لي الاقليم الجبلي ايه موقعه الجغرافي؟ فوق قمم الجبال والمنحدرات. طب الخصائص النباتيه قلت له، عن الخصائص المناخيه قلت له شديد البروده وبيغطيه الثلج. طب بالنسبه عندي للخصائص النباتيه تتنوع حسب حاجتين، حسب ايه؟ ارتفاع السطح وكميه الامطار. حسب ارتفاع السطح وكميه الامطار. يبقى لو جه لي في الامتحان بما تفسر ليه تتنوع الحياه النباتيه، اقول له عندنا حسب ارتفاع السطح وكميه الامطار. واتمنى تكون حفظت معايا، واتمنى يكون الدرس انا سهلت لك الدنيا باللعبه اللي احنا عملناها دي، واتمنى تكون استفدت، واتمنى تدعي لي بقى ان شاء الله باذن الله خير. واشوفكم على خير باذن الله مع درس توزيع السكان باذن الله. هنعمله برضه النهارده، هنسجله توزيع السكان وهننزله على قناتنا على اليوتيوب. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.